النهارده هتكلم عن واحد من اشهر معالم القاهره، جامع محمد علي باشا. جامع فخر وجامد وعظمه، والمفاجاه اللي اتفاجئت بيها واللي اتفاجئ بيها محمد علي نفسه انه عمره ما صلى هنا. ايوه زي ما قلت لك كده. قمه المفارقه ان محمد علي مات سنه 1849 قبل ما الجامع يخلص سنه 1857، لكن اتدفن فيه في قبر رخام ابيض فاخر جميل، يعني ما صلاش فيه بس اتدفن فيه. أول ما ندخل من باب الجامع هنلاقي الصحن الخارجي اللي محاط بأربع أروقة ضخمة، وطبعا هنا لازم نجيب سيرة الساعة الشهيرة. هي دي الساعة اللي أخدها محمد علي من الملك لويس فيليب الأول ملك فرنسا مقابل المسلة المصرية، واللي عمرها ما اشتغلت لسنين لحد ما المصريين قدروا يصلحوها، وعوض الله على المسلة. ولما تدخل المسجد مش هتبطل تسرح في السقف مع كل تفاصيله. الرسومات العثمانية قدر من الخيال، الخطوط والنقوش حاجة بديعة هتجبرك تفضل معلق راسك في السقف. ناس زمان دول كان عندهم وقت ومزاج تعمل تحف فنية، واحنا دلوقتي اللي بيرسم شكل راجل وست بتوع باب الحمام بنعمل فرح. نروح بقى للمنبر. طبعا عارفين ان الامام بيقف عليه في خطبة الجمعة، لكن المنبر هنا حاجة تانية خالص، ضخم جدا، يعني تقدر تقول ان احنا محتاجين اسانسير عشان نطلعه. الصحة يا ابني ما بقتش زي الاول، بس حقيقي هو ضخم وكل التفاصيل اللي فيه شغل يدوي ومتقن، وتبقى واقف تقول الله كل ده عملوه بايديهم. ده انا لما اجي اركب كرسي من ايكيا بحتاج. وطبعا ما ينفعش نمشي غير لما نجرب صدى الصوت. لو وقفت في النص وقلت الله اكبر زي الاذان هتلاقي الصوت بيرجع لك 5 مرات، وسبب بقى القبه الكبيره دي هي اللي بتعمل التاثير السحري ده، وتحس بطاقه ذكر الله. وطبعا زي ما انتم شايفين ان الجامع كله متغطي بالرخام الالاباستر الفخم، وكأن الجامع ده يعتبر قصر من الرخام، خلاها قطعه فريده من نوعها تمتلكها. فالمره الجايه وانت في القلعه لازم تزور جامع محمد علي، شوف الرخام وجرب الصدى. وطبعا بص على ساعة فرنسا. المسجد ده مش مجرد مزار سياحي، ده جزء من التاريخ. لو تسمح تعمل فولو بقى عشان في راوندز كتير جايه قريب.